دلوقتي الشركات قبل ما بتعلن عن أي وظيفة وقبل ما بتكلف نفسها إنها تعلن عن أي وظيفة بتبتدي تسأل الموظفين جوه، وتحديدا الناس اللي عندها خبرة جوه الشركة، تعرف حد، خد بالك السؤال، هل تعرف حد يعرف يشتغل في الشغلانة دي قبل ما نعلن عن الوظيفة؟ بالتالي انت لما يكون عندك نتورك او شبكة علاقات من الناس البروفيشنال او المحترفين اللي عارفين ان انت شاطر ومؤهل وعندك المهارات المطلوبة في وظيفة ما او في مجال ما، والناس دي تبقى عارفة ان انت مثلا بتدور على شغل دلوقتي في دولة من دول الخليج او حاجة، ويبقوا مدركين ده وعارفين، هيقدروا ان هم يرشحوك عشان بس تعمل انترفيو او عشان تقعد تتكلم مع الشخص صاحب القرار بتاع التعيين اللي هو في الغالب هيبقى الاتش ار في الشركة. هنا يجي سؤال، طب انا اكون شبكة علاقات بروفيشنال ازاي او اكون نتورك ازاي؟ خليني اقول لك، عشان اصلا تكون شبكة علاقات، وبالذات لو انت حد لسه بيبدأ في الكارير بتاعه ما عندوش يعني خبرات سابقة قوي او ما اشتغلش في اماكن كتيرة قوي يقدر ان هو يعتمد على زمايله في الشغل ان هم يبلغوه او يكونوا جزء من النتورك بتاعته، فانت محتاج ان انت تحضر كورسات او تحضر ايفنتات او ورش عمل او ايا كان الحاجة اللي ممكن بيتجمع فيها الخبراء بتوع المجال اللي انت عاوز تشتغل فيه عشان تعلن عن نفسك هناك.